في عدة مدن من البلاد رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، مطالبين برحيل النظام وضرورة احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية. وتحث حركة الاحتجاج التي تحركها وسائل التواصل الاجتماعي تحث المتظاهرين على السلمية في وقت انتشرت قوات الشرطة حول مقر الرئاسة والبرلمان في العاصمة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفرقة متظاهرين في بعض المواقع. الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بدورها انضمت إلى الحراك الشعبي، تتقدمها شخصيات سياسية بارزة، بينهم المناضلة التاريخية جميلة بوحيرد. وكان رئيس الوزراء أحمد يحيى قد وصف الحراك الشعبي بالحقود ضد الرئيس بوتفليقة وتاريخه وإنجازاته.